مامونية ايس. بنجيب مي باردة، 5 جرامات جيلاتين ورق، 30 جرام سمنة، بنضيف فوقهم 60 جرام سميد، بنحمصهم، وبعد ما حمصناهم ووصلنا لهذا اللون بتركن ياخذوا درجة حرارة الغرفة. بعد شوي بقول لكم ليش. 600 جرام مي، 150 جرام سكر، بنضيف عليهم شوية قرفة، بنغلي الخليط مرة واحدة لحتى يذوب السكر، بنضيف فوقهم السميد. بس تعملوا مامونية ما في داعي لهي الحركة أبدا. وطبعا هذا الشيء طبيعي بس انتو كتير منيح انتبهوا. شوي تسووا السميد، بتتركوه ليبرد لياخذ درجة حرارة الغرفة، بتطفوا تحت القطر، بتضيفوا خليط السميد على القطر، ما بصير معكم أي مشكلة، ولا بتحترقوا ولا بفور معكم القطر ويتفاعل مع السمنة السخنة. حرك كتير منيح على نار هادية، لازم نوصل لهذا القوام. وهن سخنين بنضيف عليهم 40 جرام فاين تكستور، الجيلاتين يلي نقعناه، و60 جرام جلوكوز. حركهم كتير منيح. صب الخليط على صينية، ساعة بالبراد، وبس برد الخليط وصار معنا بهذا القوام بنحطه بماكينة الآيس لمدة ساعة كاملة.